برضه في ناس بيحصل لها ستريس يجي لها حبوب شباب، صح؟ او ممكن حد مثلا مشهوره جدا فتره البيريود ان الهرمونات بتلاقي حبوب طلعت. ليه؟ الهرمونات الانثويه والهرمونات الذكوريه الاثنين اللخبطه فيهم بيطلعوا ايه؟ حبوب شباب. حاجه زي البرولاكتين ده اللي هرمون اللبن المسؤول عن افراز اللبن في الرضاعه، ده برضو ايه؟ اللخبطه فيه الستات اللي بترضع لما تيجي تبطل بيبقى البرولاكتين لسه عالي عندها، فبيطلع لها ايه؟ حبوب شباب. يعني في بعض الهرمونات هي اللي بتتحكم في الافرازات دي، فبالتالي يعني لخبطه دي ممكن تحصل نتيجه حاجات داخليه زي الهرمونات اللي احنا اتكلمنا عنها، او الستريس مثلا، او حاجات خارجيه، او ممكن برضو الاكل، او ممكن حاجات ايه خارجيه زي الشمس، زي الحاجات اللي بنتعرض لها. حد شغلانته فيها حراره جامده، حد بيشرب كافيين كتير. طب ايه علاقه الكافيين؟ الكافيين من الحاجات مضر للبول، يعني بيخليك تخش الحمام كتير فيحصل لك جفاف، فيقلل الميه، هيقلل لك الميه دي. تمام؟